السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم. يلا رايحة اعمل الغدا، يلا نعمل الغدا مع بعض، حاجة كده سهلة وبسيطة وسريعة. يعني بصي، انا كنت بعمل في الغدا والمفروض ان ساعة واحدة ونحط الغدا على طول، بعون الله كنت مخلصة قبل الساعة. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان اي حاجة جديدة توصلك على طول. وكالعادة وربنا ما يقطعناش عادة، داخلة كده بالبصل وجايبة سكينتي، ويلا نقشر البصل ده كده تقشيرة حلوة ونغسله غسلة نظيفة ونجيب الحلة ونقطعه. بس اول حاجة انا بدأت بيها دلوقتي، الحلة اللي انا حطيتها على البوتاجاز دي فيها لوبيا ناشفة من اللي بتيجي من السوبر ماركت. جبت كده لوبيا ناشفة وغسلتها حلو، وبعد كده حطيتها في شوية مية ونقعتها لمدة ساعة واحدة بس. لما لقيت الحباية نفشت كده وحجمها تضاعف، رحت برضو اديت لها كمان غسلة نظيفة وحطيتها في مية وجبتها كده حطيتها على البوتاجاز. ده كده اول حاجة معايا خالص. والبصل طبعا زي ما قلنا، جبنا البصل وقشرناه وغسلناه غسلة نظيفة برضو، وبعد كده هنبدأ على طول ان احنا نقطعه ونروح على البوتاجاز. يلا بقى ننقل الحلة دي، واو سخنة نار، معلش خدتني كده يعني. هحط بقى البصل وزي ما اتعودنا طبعا هفضل اقلب فيها كده لما يتبخر كده واشم ريحة البصل، وبعد كده هننزل بقى المادة الدهنية اللي معايا سواء كان زيت او سمنة. هننزل كده شوية من الزيت، وهبدأ دلوقتي ان انا اقلب فيهم لما البصلة بقى تحمر كده وتاخد لون. عودي نفسك اي طبيخ عندك ما تخليش البصلة متحمرة زيادة عن اللزوم، لانها بتغمق معاك الصلصة، بتغمق معاك الاكل كله وبتخلي طعمه مش قد كده. خلي البصلة تكون فاتحة شوية. هبدأ كده ان انا اقلب على طول. ايوه كده، بص لونها فاتح ازاي، مش غامقه قوي ولا حاجه. هنزل بقى بالطماطم، طبعا كنت خلطاه كده، كنت خلطه شفشق طماطم كده كبير معتبر، وهنزل عليه شويه من الملح، وهتبل بقى الصلصه بتاعتي شويه كده من البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض، وشويه كمان كده من السكر، وطبعا حطينا الملح وكام حبايه من الحبهان، وهديلهم بقى تقليبه وهغطي عليها، وهسيب بقى الصلصه لما تتسبك خالص. انا من عادتي لما باجي اعمل اي صلصه بزود شويه وبعد كده ابقى انقص بقى ايه، يعني لما يكون عندي الصلصه بزياده شويه احسن ما تكون قليله. تمام. ركنتها كده على جنب، ونحط حله تانية دلوقتي على النار، ومعايا فرخه كده مغسوله، ومعايا شويه من عصير الطماطم اللي انا كنت لسه عاملاه دلوقتي صلصه. هحط عليه كده شوية من الملح وشوية من البهارات وشوية من الفلفل الاسود عشان برضو الزفارة وكده، مع ان انا عامله لها محلول كويس جدا. وهقلب كده الكلام ده كله، وهجيب بقى الفرخة بتاعتي هتبلها. طب ايه فايدة الموضوع اللي انت عاملاه ده؟ ما في طماطم مقطعة وخلاص. دي بقى لما الشوربة كده، لما يعني بعد ما الشوربة يعني بعد ما الفرخة تستوي كده، تبص بقى كده على الشوربة تلاقي الشوربة لونها محمر كده. بصراحة بتديلها تيست كده متميز شوية، اللون والطعم حاجة كده تحفة. معايا برضو بصلة مقطعة وطماطمية مقطعة برضو، وكام حباية من الحبهان، وهبدأ ان انا اشوح فيهم كده شوية من غير اي حاجة خالص. ايوه كده. ودلوقتي بقى هنزل عليها المية وهسيبها برضو على جنب. اول ما تغلي كده هفضل معلية النار، اول ما تغلي كده هقوم جايه مهدية النار واسيبها بقى تستوي كده براحتها خالص. وبرضه حطيت لها شوية ملح، ونشوف بقى اللوبيا بتاعتنا كانت خلاص قربت تستوي، وكمان الصلصة كانت قربت تستوي اهو. ننقص بقى شوية من الصلصة، زي ما قلت لك ان انا ساعة ما باجي اعمل صلصة لازم بعمل صلصة بزيادة شوية. لو حسيت ان انا اقوم جاية ناقصة منها بقى طبعا لانها بتبقى كتيرة، واحط الخضار بتاعي. لو حسيت ان انا محتاجة بحط، مش محتاجة خلاص. ايوه كده. لقيتها محتاجة برضو هنزل لها كده شوية، وهديلها تقليبة، واسيب بقى اللوبيا في الطماطم في الصلصة كده ايه، يعني ان هي تاخد وتدي كده شوية قبل ما انزل عليها المية. طبعا انت عندي شوربة، بس الشوربة ما كانتش لسه غلت في الوقت ده، فاحط مية وابقى احط لها ايه واحدة من مرقة الدجاج. كنت باكل قراقيش، قراقيش من اللي احنا عاملينها الفيديو اللي فات. يا ريت اللي ما شافش الفيديو بتاع القراقيش يا ريت يروح يشوفه، فيديو بصراحة هيعجبكم جدا.
هغطي بقى عليها كده واسيبها بقى ايه مع نفسها، وكده الطبيخ كده خلص معايا. وكمان الفرخة كده على النار برضو كده تستوي كده براحتها. ويلا بقى نعمل شوية رز بشعرية بقى كده، حاجة ايه زي ما الكتاب بيقول. ايوه كده. هنجيب بقى حلة كده، معايا رز مغسول ومعايا شعرية والمية والملح. هننزل كده شوية من الزيت وشوية من السمنة. ايوه كده. هنزل بقى بالشعرية وهبدأ ان انا دلوقتي افضل احمر فيها بقى كده. اقلب بقى كده، اقلب لحد ما تاخد لون بقى حلو معايا كده. ما تسيبيش ايديكي منها عشان ما تبقاش واحده متحمره وواحده بيضه والدنيا تبوظ معاكي وتبقى الاكله تبوظ على حاجه مش مستاهله يعني. افضلي قلبي كده على طول لحد ما الشعريه تاخد لون حلو معاكي وتبقى كده موحده. ما كفايه اكل يا نوره بقى، في ايه الست دي. كنت جعانة معلش. بس القراقيش بصراحة كانت طعمها تحفة، حاجة كده جميلة كده، مقرمشة من بره قرمشة حلوة كده، ومن جوه كده ايه دايبة دوب كده وخفيفة. وبصراحة لا، كانوا شوية قراقيش ألف هنا وشفا. تسلم ايديك يا بنتي يا نورة والله. اللي ما شافش الفيديو، فيديو القراقيش ده نازل قبل الفيديو ده على طول. يا ريت اللي ما شافوش يروح يشوف، هيعجبكم جدا. ايوه شوفي بقى الشعريه وجمال الشعريه بقى، شوفي اللون بقى الجميل ده، حاجه تحفه كده. ايوه كده. هنزل بقى دلوقتي كده بالرز وهديله برضو تقليبه حلوه كده، لما اخلي الرز كله يتشمع من الماده الدهنيه اللي انا حطاها من الزيت ومن السمنه، وادخل كده الشعريه في قلب الرز كده واشمعهم الاتنين مع بعض. هنزل عليهم كده بشويه من البهارات وكام حبايه من الحبهان، وهفضل برضو اقلب كده. كل ما تقلبي في الرز وتخلي الحبايه الرز تنشف معاكي وانتي بتقلبي، بعد السوا بعد ما تستوي هتكون مفلفلة معاكي، وتكون لها ريحة كده وطعم خرافة بصراحة. احسن ما تحط كله كده يكون لسه بميته وتروح تحط عليه مية. لا 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 خالص. قلبي كده في الرز، خليه يتشمع كده، يكون الحباية ناشفة معاكي كده. بس كده وخلاص، تقلبي بقى كده. وبعد كده بقى تظبطي الملح بتاعه وتغطي عليه وتسيبيه برضو لما يستوي. اول ما يعني خلاص هيتشرب كده ما عادش فيه ميه قد كده، اديله تقليبه كمان وقومي جايه مغطيه عليه وهدي بقى وسيبيه بقى مع نفسه. كده خلصنا الفراخ وخلصنا الطبيخ وخلصنا الرز. يلا بقى نعمل شويه ملوخيه، حاجه كده لزوم يعني ايه كده، يعني معلقتين من السمنة. وهنعمل النهاردة الملوخية بطريقة تانية يعني مش أكتر الناس متعودة عليها، بس الطريقة دي باردة بطريقة مش طبيعية. جبت كده الحلة وحطيت فيها معلقتين من السمنة وهنزل فيها يعني ايه معلقة كده من التوم أو أقل شوية. وهبدأ إن أنا أقلب فيها لما أخلي التوم كده لونه كده ذهبي كده، برضو ما تخليش التوم يتحرق منك. وساعة ما ياخد لون ذهبي هقوم جاية نازلة بالشوربة. شوفي بقى الشوربة وجمال الشوربة، حاجة لونها حلو لونها جميل بصراحة، وريحتها وطعمها. لا بصراحة الطماطمية ديت لما تبشريها كده او تخلطيها في الخلاط وتعملي تتبلي بقى الفراخة كده تبقى تحفة بصراحة. اول ما الشوربة بقى تغلي كده على طول هنزل بالملوخية اللي انا خرطاها بالمخرطة، وده حاجة انا بفضلها اكتر من اللي بتبقى معمولة في الكبة. هنزل بقى بها كده على طول، واول ما احس انها خلاص هتغلي هقوم جايه منزله كمان نص معلقه من الثوم، من غير ما احط بقى يعني مثلا سمنه على النار تاني واحمر فيها الثوم وكده وانزله تاني عليها والشهقه والحاجات دي. دي للناس بقى اللي بتحب الحاجه خفيفه وبارده كده، هي الطريقه دي بصراحه تحفه، مهما ما تاكلي منها كده ما تشبعيش. هنزل بقى بنص معلقة التوم وهديلها بقى تقليبة، ههد عليها خالص. واول ما تكتك كده من الجناب خلاص كده هتكون استوت. هسيبها بقى وما تغطيش عليه. بصي بقى القوام والحلاوة بقى حاجة كده لا هي تقيلة قوي زيادة عن اللزوم ولا هي خفيفة مية كده بقى. بصي مظبوط زي ما الكتاب بيقول. اول ما تكتك كده هقوم جايه بقى مطفيه عليها وهسيبها بقى ما تغطيش عليها خالص. يلا بقى لاحسن، بصي يعني احسن مقطع انا بحبه. يلا بقى نغرف الاكل. هنغرف بقى الطبيخ بتاعنا اللي زي العسل ده. ايوه كده. كان خلاص بقى كانوا جم دلوقتي وجعانين وعايزين ناكل وحاجات كتيره كده، فيلا بقى نغرف الاكل. كده غرفنا اللوبيا ونغرف بقى الملوخيه. وشوفي بقى قوام الملوخيه، شويه ملوخيه الف هنا وشفا.
ايوه كده. شوفي ابني بقى عمل ايه في الوقت ده، وقسما بالله انا ما كنت اعرف ان هو هيطلع. والله العظيم ما كنت اعرف ان هو هيطلع ورايا اصلا، يعني انا بغرف ويعني ومشغوله وكده. جيت ابص لقيته جاب لي البتاع اللي بيقف عليه، بتاع كبير كده، بتاع كبير كده. قام جاي حاطه في الارض، ولقيت اللي قام جاي طالع ورايا مره واحده. انا ببص ورايا اصلا لقيته، ايه يا ابني في ايه، ايه يا ابني خضتني انا اصلا. قال لي انا عايز اطلع معاكي. قلت له طب تمام مش مشكله. ما حبيتش ازعله بقى بصراحه، وخليته بقى ايه واقف. انا بحبه اصلا، سعيد حبيبي. هبدأ بقى ان انا احط كده الرز كده بشكل يكون حلو. كنت محمرة الفرخة انا بقى ومظبطاها كده فايه، وكنت حطها بعيد شوية، قلت له روح هاتها وتعالى يلا عشان ايه نحط الاكل بقى ونوريه للناس، وبعد كده نروح ناكل بقى. ايوه كده. بنتي بقى عايزه انا احط شوربه، يا بنتي ما انا عامله ملوخيه، عايزه شوربه ليه؟ هي بتموت في الشوربه، تحب الشوربه موت جنى بنتي دي. فيا بنتي بلاش، تقول لي لا حط شوربه، يا حبيبتي تقول لي لا حط شوربه. قلت لها طب خلاص ماشي، مش بحب ازعلهم انا، قلت يلا مش مشكله. غرفت لها بقى كده شوربه، وحطينا الطبيخ اسمها ايه الملوخيه، والرز والفرخه حمرناها، وحطينا عيش احنا كنا خابزينه، وكمان بس كده مخلل بقى وحاجات وبس كده. خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.